عاشت عبر التاريخ حيوانات ضارية، ويبدو أن الأكبر حجماً والأشد خطراً آلت إلى الانقراض. في هذه القائمة لن أذكر حيوانات مشهورة جداً كأنواع الديناصورات المفترسة. بيلاغورنيس ساندرسي يعتبر هذا الطائر أكبر الطيور القادرة على الطيران عبر التاريخ. المسافة بين طرفي جناحيه تبلغ 7 أمتار تقريباً، وهو بهذا الطول ينافس الطائرات النفاثة الحربية. بالإضافة إلى حجمه كان يملك أسناناً حادة. كانت هذه الطيور تتواجد عادة فوق المحيط، وكانت طريقة إقلاعها بأن تقفز من فوق المنحدرات الصخرية معتمدة على التيارات الهوائية لحملها وإبقائها في الهواء. جايغانتوبيثيكاس كان يعيش هذا الكائن في آسيا، وانقرض قبل حوالي 100 ألف سنة، وهو أكبر أنواع القرود عبر التاريخ، لذلك يمكن اعتباره كينغ كونغ الحقيقي. كان يبلغ وزنه حوالي 540 كيلوغراما، وعندما يقف على أطرافه الخلفية فإن طوله كان يبلغ 3 أمتار، أي أن رأسه كان يصل إلى سقف منزل ذي طابق واحد. على الأرجح لن تكون لديك رغبة في لقاء هذا الكائن في الغابة. طيور الرعب. هذه الطيور غير قادرة على الطيران، وقد لقبت بطيور الرعب بسبب حجمها الضخم وأسلوب حياتها القائم على الافتراس. عاشت في أمريكا الجنوبية، وكان يبلغ طولها حوالي 3 أمتار وتزن حتى 400 كيلوغرام، لذلك فقد كانت المفترسة الأكبر حجما في بيئتها ووقتها. رغم عدم قدرتها على الطيران، فحسب تقديرات العلماء كانت تستطيع الركض بسرعة توازي سرعة الفهد، وكان سلاحها الرئيسي هو رأسها الذي كان يصل إلى طول متر، مما يسمح لها بابتلاع فرائس بحجم الكلب بلقمة واحدة. يعتقد أن هذه الطيور انقرضت بعد وصول البشر إلى الأمريكيتين. أندروساركس. يعتقد العلماء أن هذا الكائن عاش في الفترة ما بين 36 إلى 45 مليون سنة قبل الآن في أواسط آسيا، وهو من الحيوانات اللاحمة ضخمة الحجم، فبناء على الجمجمة وعدد من العظام قدر العلماء طوله من الأرض إلى الكتف ب180 سنتيمتر، ووزنه بحوالي 1000 كيلوغرام. كان لهذا الكائن وجه طويل وكبير الحجم، وكانت لديه أسنان حادة غاية في القوة، وكانت أسنان الوجنتين مسطحة، ويعتقد أنها كانت تستخدم لتحطيم العظام. بالمونوسكوربيوس. هذا من أكثر الكائنات الحية إثارة للفزع، ويعتقد أنه عاش في الفترة ما بين 330 و 345 مليون سنة قبل الآن. وجدت أحافير لهذا الكائن في اسكتلندا، ويعتقد العلماء أنه ينمو لغاية 75 سنتيمترا. لا نعرف مدى سمية هذا العقرب، لكن بالنظر إلى حجمه فلا بد أنه كان يستطيع حقن كمية كبيرة من السم. التمساح العملاق. إن كنت تظن أن التماسيح العادية ليست خطرة بما يكفي، فقد كان هنالك كائن يدعى بوروسوراس، كان حجمه أكبر من ضعف حجم التماسيح الحالية. عاش في أمريكا الجنوبية قبل 8 ملايين سنة، ويصل طوله إلى 13 مترا، وكان على ما يبدو قادرا على بلع إنسان بلقمة واحدة. هيليكوبريون. عاش هذا الكائن في الفترة ما بين 250 و 290 مليون سنة قبل الآن. يشبه هذا الكائن أسماك القرش، لكن لديه فما مرعبا، فأسنانه مرتبة في صفوف حلزونية بطريقة لم توجد عند غيره من الكائنات. بلغ طول بعض هذه الأسماك 10 أمتار، مما يجعلك لا ترغب بالاقتراب منها أثناء قيامك بالغوص. ميغالودون.